اي واحده ما بتعرفش تعمل كيكه البرتقال، الفيديو ده ليكي. تعالي هنا، تعالي، بس ما تنسيش تحطي لايك يا اختي الاول. تعالوا بقى اما اقول لكم طريقه الكيكه عامله ازاي. بسرعه، يلا بسرعه بسرعه، حط اللايك وتعالي، وما تنسيش تصلي على النبي. يلا بسرعه. زي ما انتوا عارفين طلعت معاكم في كذا فيديو قبل كده وقلت ان انا بفرز البرتقال زي ما انتوا شايفينه كده من السنه للسنه، تمام. وان انا بعمل كيكه البرتقال بقشر البرتقال، بس انا عايزه اديلها غناوه قوي قوي ويبقى فيها فيتامين سي بالبرتقال لما هنضربه عصير ونصفيه ونشوفه مع بعض اصفر ازاي. الله، ريحته كده بتفكرني برمضان. بحب قوي في شهر رمضان اشرب عصير برتقال، بيفكرني كده بايام زمان، لان ايام زمان كان الشتاء وانا طفله كان بيجي في الشتاء، فكانت ماما اول ما بتعمل العصير بتديني كوبايه كده، فده بيرجعني بقى لايام زمان. يلا في شفشق الخلاط بقى كل الحاجه بقى اللي احنا هنعملها بقى هنا في شفشق الخلاط. طبعا كل بيوتنا لا يخلو منها الخلاط، فايه ننزل بقى كده باربع بيضات حلوين علشان عاوزين نعمل كيكه يعني زي الكتاب ما قال. قلنا قبل كده نضرب السكر، لو عندك سكر تموين تضربيه في الكبه بتاعه الخلاط كده لحد ما يبقى باودر كده وننزله في الخلاط. ما ينفعش ان انتي تحطيه في الكيكه كده من غير ما تضربيه. نزلنا دي تاني كوبايه سكر، احنا نزلنا بكوبايتين سكر مطحون في كبه الخلاط. سكر التموين لما بيتطحن بيبقى لونه ابيض زي ما انتم شايفين كده. ذره فانيليا، شويه فانيليا سايله. الفانيليا السايله دي بحبها قوي في الكيكات. حبيبنا ده بقى قشر البرتقال، بقشر البرتقاله من غير ما اجيب القشره البيضه في القشر بتاعنا ده، تمام. ونحط نص كوبايه زيت، الصغيره دي بتعاير عندي نص كوبايه من الكبيره، نص كوبايه زيت. ضربنا الخليط زي ما انتوا شايفين كده اهو، كريمي اهو. هنحط بقى عليه ايه؟ كوبايتين من عصير البرتقال ده، شايفين اصفر ازاي؟ شايفين؟ ادي واحد، ادي الكوبايه التانية. نسيت اقول لكم ان البرتقال لما بتضربيه في الخلاط بتصفيه كويس، لان التفل بتاعه ده بيهبط الكيكه. فاكبر بول عندك بقى علشان احنا عايزين نعمل كيكه بقى، كيك وخصوصا كيكه البرتقال دي تحبي بقى ايه؟ فاهميني انتوا طبعا، عايزين فاهمين. اتبقى نص كوبايه عصير، قمت مقلباها كده في بقيه الخليط بتاع الكيك وزودته. ننزل باول كوبايه معانا زي ما انتوا شايفين كده. الحركه دي حلوه جدا جدا وما بتهدرش معاكي الدقيق، يعني تحطي الكوبايه كده وتعملي كده خلاص الموضوع انتهى. الكوبايه التانية اهو، شايفين؟ يا خراشي، اسهل حاجه في الدنيا. ذره ملح عشان نعزز النكهه، كيس كيك شيف، بيكنج باودر والكلام ده. نقلب. الله الله، انت لسه لحد دلوقتي ما حطيتيش لايك؟ بجد يا جماعه بزعل بجد، يعني انتوا ما بتقدروش تعبي، بجد مش بتقدروا تعبي ان انتوا يعني اكون بتعب وبقدم لكم وصفه ان انتوا تروحوا تجربوها ومحدش بيقدرني ولا حد حتى بيحط لي لايك. يعني حطوا لايك. الكوبايه الثالثه معانا. احنا طبعا علشان حاطين خليط كتير فعاوزين دقيق كتير علشان تكون الكيكه مرتفعه معانا وحلوه.
يلا يا اختي حطي لايك. شايفاكي يا اللي بتتفرجي ومش بتحطي لي لايك. شايفاكي وعارفاكي كويس قوي، عارفاكوا كلكم كويس قوي. شايفين القمر دي؟ علشان تعرفي عجين الكيكه خلاص بقى جاهز معاكي، انت بتعملي ايه؟ رقم 8 كده بالانجلش، او علامه انفينيتي كده ما لا نهايه، تلاقيها يعني بتقعد معاكي ثانيه كده، ان انت تعرفي ان انت تعملي. هي كده الكيك بقى جاهز معانا خلاص. 3 كوبايات دقيق. الصينيه بتاعتنا دي هندهنها بسمنه او زبده المتاح عندك. بحب قوي ادهن الصينيه بماده دهنيه غير الزيت. ننزل بقى بالخليط بتاعنا ده. شايفين قمر 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 قمر. بالبيك ستيكس كده نعمل ايه بقى؟ هنمشي كده كده علشان ان هي كلها تبقى سوا واحد. والله ما اقولكوش طعمها وهي لسه نيه خطير. يلا ندخلها الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص لمده نص ساعه، وما تفتحيش عليها الفرن نهائي لغايه ما تعدي النص ساعه. سمعت الكلام؟ الناس اللي الكيكه بتبوظ منهم تلاقيهم كل 5 ثواني يبصوا، كل 5 ثواني يبصوا. غلط. انت تسيبيها اول نص ساعه دي، تسيبيها ما تفتحيش عليها. اتفرجوا حاجه كده زي الكتاب ما قال. حلوه قوي. بسم الله. نزلت بكل سلاسه اهي شايفين؟ حاجه كده قمر. نعمل ايه بقى؟ واخدين دي كده اهو، ونقوم عاملين كده اهي برضه نظره قريبه. اللحظه الحاسمه، لحظه التقطيع دي احلى فقره عندي بجد، اكتر فقره بحبها. هي لسه سخنه نار يعني، نراعي يا جماعه ان هي لو فضلت شويه كمان هتبقى ايه؟ هتبقى حلوه يعني، تتقطع بالراحه. ايه، اقطعها تلاتة يعني مثلا كده تعالوا نشوف اول قطعه. سخنه. هجيب لكم من القاع، من النص. تعالوا نشوف بقى. الله، حاجه كده خطيره، عايزه اسيبها لكم. سخنه. ضروري كوبايه الشاي دي. يا سلام. حاجه كده زي الكتاب ما قال. شوفوا يا ولاد، شوفوا، اقطعها لكم. اتفرجي سيادتك، خدي، ولا سحر ولا شعوذه. عملت لكم ايه؟ عملت لكم كيكه البرتقال اللي طول الشتاء هتبقوا عاوزين تعملوها. اهو ابقى الاقي واحده جايه تقول لي ما بعرفش اعمل كيكه. كله على عينك يا تاجر. ندوق بقى.
طعم البرتقال طاغي طاغي بطريقه فظيعه. طعم البرتقال خطير سواء القشر او العصير، وده طبعا باين على لونها الاصفر. سخنه سخنه، لازم معاها كوبايه الشاي. المهم ما تنسوش تجربوها وتقولوا رايكم فيها حلوه ولا لا. يلا باي باي. متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، تعملوا فولو للبيج لو اول مره تشوفوني، وما تنسيش تدعيلي في الكومنتات تحت، تدعيلي دعوه حلوه من قلبكم الطيب ده.